السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار يا محترم؟ أهلا بكم فيديو جديد، وفيديو أنا بصراحة مش عارف هل أنا كنت متردد أعمله ولا إيه الدنيا، بس أديني بسجله. مش عارف بقى إيه الدنيا فعلا هيترفع ولا لأ. أتمنى الدولة العظيمة ما تعتبروش إفشاء أسرار عسكرية ويجيبوني من قفايا. أنا بجد بحكي كم موقف كده حصل معايا. آه، طبعا مش هقول أي حاجة، أصلا أنا كنت في الجيش من زمان وما علينا يعني. مبدئيًا زي ما شايفين الصورة اللي أنا حاططها دي صورة حقيقية ليّا، سيبكم من الخلفية يعني. آآ أنا ساعتها كنت دخلت مركز التدريب البحري، كنت في البحرية. آآ المهم آآ اليوم دوّة اللي هو بعد بقى ما عدّيت بقى مرحلة الكشف الطبي ودخلت مركز تدريب. أول يوم ليّا كان يوم رعب بالنسبة لي، باعتباري زي ما أنتم عارفين شخص مش اجتماعي أوي يعني. معارفي اللي حواليّا وخلاص، يعني دي دايرة معارف الناس اللي حواليّا وصحابي اللي من زمان وخلاص. فمش متعوّد أتعامل مع كمية البشر دي كلّها وبابقى بعيد عن البيت وكده. ويعني ولفترة كبيرة، يعني أنا عمري ما اتعوّدت إن أنا أخرج من البيت أكتر من يوم يعني، فاهمين إزاي؟ ف بعيد عن أهلي وعن دنيتي وكده، فالواحد كان راهب الموضوع شوية وصَبَا على الله وقال يعني بسم الله وتوكّل على ربنا. أول يوم ده طبعًا كان يعني أتوقع أصعب يوم على أي حد بيخش الجيش، خاصةً اللي حالته من حالاتي، يعني متعوّد على الناس اللي حواليه مش اجتماعي وكده وعلى الله حكايته يعني. آآ طبعًا يعني الواحد ما استحملش الفراق وكده ويعني تعب شوية أول يوم يعني. مش لازم بدون تفاصيل يعني، وهُم قاموا معانا بالواجب يعني. أنتم عارفين بقى أول ما بتيجوا في حاجة بيسموها تشريفة، بس إحنا ما لناش تشريفة دي. يعني هو إيه، كان يا دوبك شوية تقدير كده، اللي هو تشيل البتاع المخلة التقيلة ديّة وتقعد تمشي بيها شوية يعني لغاية ما أنا أصلًا كنت خلاص الناس كلّها ماشية، أنا أصلًا واحد عندي يعني ما عنديش أعصاب، عندي مشاكل، أنا يعني شخص مش اللي هو القوي بدنيًا يعني، أنا هزيل يعني. خصوصًا إن أنا كنت قاطع كمان رياضة من فترة، فما فيش لياقة، ما فيش صحة، ما فيش حاجة، كان في كرش. ما علينا. على حالي يعني. كنت متأخّر، يعني دايمًا أنا كنت آخر واحد في الطابور يعني. المهم الوقت عدّى واليوم خلص وحسّيت، بس بصراحة ميزتها إن أنت داخل مع ناس الحمد لله، يعني أنا كنت في مكان كلّهم ناس ولاد ناس يعني ومحترمة ومؤهلات عليا، عشان ما يبقاش في تباعد دراسي ما بيننا. يعني اللي جنبك بقى في السرير اللي جنبك مثلًا اللي من كلية هندسة، اللي من كلية تجارة، اللي من كلية خاصة، يعني كلّكم في جامعات يعني وناس متعلمين، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية بتاعة كل واحد، بس هُم ناس الحمد لله بجد. أنا باشكر ربنا يعني إن أنا كنت مع الناس ديّة، لإن بجد يعني شافوني وقالوا لأ، يعني هاحكي لكم عن موقف قدّام يعني. إن هُم وقفوا جنبي جامد يعني في الفترة دي. كنت لايص، احتجتهم ساعدوني وضبّطوا لي الدنيا. أنا واحد زي ما قُلت لكم على الله حكايتي، ما باعرفش أعمل حاجة، فساعدوني وشافوني لايص يعني في ترتيب الحاجة وكده وساعدوني حطّوا معايا الحاجة في الدولاب بتاع، ضبّطوني بصراحة، ربنا يكرمهم يعني يا رب ويبارك في عمرهم يعني. والناس دي لا تعرفك ولا عايزة منّك حاجة، أنت مجرّد شايفينك محتاج مساعدتهم، وهُم متربيين على الجدعنة يعني من الآخر. ف الواحد من غيرهم ما كانش عارف هيحصل له إيه.
الحمد لله بجد، يعني الناس دي بجد أرجى الناس. المهم موقف الأول اللي حصل لي وهو كان موقف بجد مش عارف أقول عليه إيه، يعني هو على قد ما هو موقف كان مستفز ويقهرك، على قد ما هو كان موقف تشوف منه قد إيه الناس ديّة بجد تبان جدعة وقت الشدة وربنا يبارك لهم. يعني الناس دي بجد صحابي دول كانوا ما شاء الله مريحينّي، بيسيبوني أنام براحتي، عارفين مشاكلي يعني هو أي نعم تحس الموضوع شفقة، بس يعني بجد أنا كانوا مريحينّي، يعني بيسيبوني أنام براحتي، وكان في حاجة اسمها قطاع نضافة كانوا بيشيلوني، ما بيخلّونيش أنزل خالص، مع إنّهم إخواتي. أنا حتى كذا مرّة والله كنت عايز أنزل من نَفْسي ليهم، بس يقولوا لي: "لأ نام أنت تعبان." مش بجد كانت ناس جميلة بجد، بجد أنا كل ما أفتكر المواقف ديّة يعني ربنا يبارك لهم، لو اتكلمت عنها لكم. المهم لإن الفترة دي فعلًا الواحد كان تعبان، يعني بغض النظر عن هو أنا كان عندي بقى موضوع إن أنا كنت عايز أعمل عملية وكده وكنت تعبان، يعني الحمد لله يعني ما تقلقوش يعني أنا كويس. المهم بما إني جبت سيرة العملية، في يوم من الأيام قالوا اللي عنده مشاكل صحية يطلع عشان العيادة. أنا already عندي مشكلة وكنت عايز أروح، لإن أنا يوم ما جات حاجة اسمها لجنة طبية قالوا لنا إن أنت محتاج تعمل العملية اعملها في الوحدة الأساسية، لإن هنا في مركز التدريب ما فيش إن هو يعمل لك العملية، لازم تطلع للقوة الأساسية. تمام، ما فيش أي مشكلة. آآ رُحت برضه عشان برضه هو أنا نيّتي طبعًا أنا كنت لسه في البداية وكده، كنت إيه، عايز برضه أريّح نَفْسي شوية، فكنت قُلت يعني بالمرّة أروح وفي نَفْس الوقت إيه، يعني أخلع من الطابور وأنا كده، كده أنا تعبان يعني، أنا حتى في الرياضة ما كنتش باقدر أعملها بسبب تعبي يعني. آآ لإن هُم كانوا بييجوا على الناس جامد في الرياضة، أنتم ما شفتوش، يعني هو أحلى حاجة كانت تمارين الرياضة دي، بس للأسف كانوا بيشغّلوا عساكر كده يقعدوا إيه، اللي هُم يجروك، عايزين يجروك عافية. كنت لمّا لقيت الموقف كده قُلت له: "باقول لك إيه، أنا هاعمل عملية وكده، فإيه ابعد عني." وبقيت باريّح، ما بقيتش باجري معاهم. لمّا لقيت الموضوع ده، عارف لو كانوا هيسيبوني أجري بمزاجي وعلى راحتي تمام، إنّما شغل إن جاري واحد جنبي وعايز يجبرني، أنا يا عم صحّتي على قدّي يا عم، هو أنت يعني أروح يعني أأذي نَفْسي عشانك؟ المهم آآ لمّا رُحت كشفت عند الدكتور ده، الدكتور ده ما كانش سالك، كان ضابط كده يعني الله يسامحه بقى مش هاقول غير كده، الله يسامحه. هو أصلًا أنا حضرت معاه برضه موقف قبل كده، إن هو كان عندي في المستشفى بتاعتهم هم عندهم الموضوع عن مكان كده لازم إيه، هو الوحيد اللي هناك يعني، وكان بيبقى موجود في أماكن تانية بس قليلة، ما كانش لسه عندي أي صلاحية إن أنا أخشه، فكنت باروح وكنت أقول إن أعرف الناس ظروفي وكده، العساكر كانت بتسيبني وباصعب عليها يعني. أمّا شافني بقى إيه، اللي هو أنت إيه اللي جابك هنا مش عارف إيه، عامل بقى فيها إيه، علينا عامل علينا. ف وما بعد كده ما كانش عايز يدخّلني تاني يعني. المهم فلمّا شافني قُلت له: "أنا عندي كذا، كذا، كذا." ويعني وبس. كشف عليَّ وقال لي: خلاص روح على الوحدة، روح على الكتيبة بتاعة المنتديات." استغربت وقلّقت، لإن هو لا كتب لي علاج مثلًا أمشي عليه مؤقت أو أي حاجة لغاية موضوع العملية. أنا طبعًا ما جبتلوش موضوع العملية، سِبت موضوع العملية، بس المفروض إن اللجنة تكون مبلّغاه يعني، مبلّغة ما أعرفش. المهم استغربت بقى وقلّقت من نظرته كده،
فكانت يعني أنا وشي اتخطف، لإن أنا أصلًا بطبعي أنا واحد ما باتعاملش مع بشر كتير، فقلّقت بقى منّه، والله قُلت ربنا يستر بقى بصراحة. رجعت على الواحدة بالليل كده، هُم بالليل كانوا بيعملوا نظام إيه، زي واحد بيمسك مش فاكر اسمها، اللي هي نوبة حراسة كده بالليل، بيقسّموا نَفْسهم كل 4 ساعات 3 عساكر لغاية ما نصحى، أو كل ساعتين، أو مش فاكر، إحنا كُنّا بننام 6 ساعات، فكل ساعتين كده. أنا أصلًا أمّا الواحد بينام 6 ساعات أساسًا كان بينام بالعافية، ده قبل ما إيه، الموضوع يبقى معايا كده. وأنا فعلًا بابقى المركز التدريب ده بجد أنا كنت بانام فيه أكتر حاجة، أنا بجد من كتر التعب كنت بانام. المهم الموقف إن أنا لمّا رُحت رجعت على الوحدة لقيت الصف ضابط بيبعت لي يقول لي: "أنت رقم كذا، كذا صح؟" هو عارفينّي وعارفين حتى الصف ضباط اللي عندي، الحمد لله كانت ناس محترمة وجميلة وكنت باسهب عليهم واتعرفوا يعني، بجد ناس ربنا يبارك لهم يعني. أنا ناسي اسمه، كان اسمه أحمد حاجة بس ناسي اسمه والله ربنا يبارك له. والتاني كان اسمه أحمد عوض أو أحمد أبو عوض، أيوه، وأحمد جمال، ربنا يبارك لهم هُم الاتنين يا رب. الصورة أحمد أبو عوض والصورة أحمد جمال. هو ما كانش صورات يعني، كان ساعتها الشاويش أحمد أبو عوض زمانهم بقوا صورات ما شاء الله. الكلام ده من زمان يا جماعة، أنا في الجيش ده من 6 سنين. المهم كان الشاويش أحمد جمال بعت لي، وهو عارف إن أنا غلبان وشايفني وحالي اتعرف يعني عمل معايا موقف كان جميل بصراحة منه، الراجل ده كان جميل أوي. آآ قال لي: "أنت رُحت النهارده العيادة عشان أنت عندك بتشتكي من حاجة صح؟" قُلت له: "أيوه حصل." قال لي: "طب دلوقتي الدكتور اتصل بيّا وبلّغني برقمك وقال عليك إنك"، يعني أستغفر الله العظيم. أنا بجد كل ما أفتكر أنا يعني مش عارف الراجل ده دخّلوه كلية طِب إزاي. قال عليك إنك متمرد، متمارض كده. أنا أصلًا كنت فعلًا مصدوم، وهو بَص عليّا كده لإن أنا عارف إن هو زمانه بلّغ، أنا كان قلبي حاسس يعني. قُلت له، قال لي: "هو أنت و وهو المفروض إن هو إيه اللي بيمسك النبطشية دي بتاعة بالليل الناس اللي بتاخد عقابات وبيبلّغ بأرقامهم." فأنا كنت عارف بقى إن هُم هيخلّوني أمسك، بس اتضايقت طبعًا يعني. لقاني كده زعلان قال لي: "هو أنت عندك حاجة فعلًا؟" قال لي: "دلوقتي أنا أعمل معاك إيه؟ هو دلوقتي أنت أعمل معاك إيه؟" قُلت له: "بُص يا فندم، أنا دلوقتي يعني ربنا العالم بيّا وعالم بحالي، ولإن أنا فعلًا عندي وأنا تعبان وأصلًا المفروض محتاج أعمل عملية يعني، ودي حاجة ما بيني وما بين ربنا." قال لي: "خلاص دي حاجة بتاعتك وبينك وبين ربنا." هو حَس كده إن أنا اتضايقت يعني، وكنت فعلًا متضايق وبتاع، وحسيت بقى إن هو هيمسّكني البتاع. الشباب ربنا يبارك في عمرهم قالوا لي: "إحنا اتفقنا مع الشاويش ما تقلقش من حاجة." إن لاقوني خلاص بقى يعني أنا تعبان مش قادر يعني، اللي هو أنا سهروني بالليل بقى وأفضل ماسك في عز السقعة، وكنا الدنيا كانت تلج لإن هو كان ناحية البحر. المهم الدنيا كانت صعبة أوي. فأنا أصلًا من نوع أنا ما عنديش، أنا باسقع من أبسط حاجة، أنا فعلًا أي نسمة هوا ممكن بسيطة إن هي ما أعرفش، أنا ما عنديش طاقة في جسمي يعني، باسقع بسرعة. ف هاتكتك، قُلت أسيبها على الله. الشباب قالوا لي: "باقول ما تقلقش من حاجة، إحنا اتفقنا مع الشاويش، إحنا هنشيل مكانك وهُم إيه، ما عندوش مشكلة يعني." قُلت لهم: "تمام، ربنا يبارك لكم يا رب ويخلّيكم." يعني هُم بجد ناس إخواتي وجدعان وجُمال أوي. فالناس دي يا جماعة بجد يعني أتمنى لو أنتم عرفتوا تتواصلوا مع حد منهم وفضل جنبك بجد يعني، الناس دي ما تفرّطوش فيها.
آمم، المهم ده موقف عدّى الحمد لله. موقف تاني بغض النظر يعني إن أنا اتقلّبت في ساعتي مش عارف مين اللي عملها، كانت ساعة بتنوّر، ما رضيتش أعمل مشكلة برضه عشان تقف قالوا لي الدفعة كلّها هتتقدّر واخواتي وبتاع، بس هو نِفْسي أعرف الله يسامحه. المهم بعد كده موقف تاني بقى حصل لي مع الشاويش دوّة كان حاجة بقى كوميدية، ساعة تدريب ضرب النار. إحنا بنتدرّب الأول ببنادق كده اللي هي الرش دي عارفينها؟ بيسموها مورس، ما أعرفش دلوقتي النظام إيه الدنيا. المهم هي بنادق خفيفة كده خالص عاملة زي بنادق الرش بس هي تقريبًا طلق حي زيه. المهم البندقية دي عشان تتعمّر هي أنتم بتكسروها كده من فوق وتحطّوا فيها الطلقة، فهو المفروض كل واحد بيضرب طلقته بعد كده يكسرها ويدّيها يقف قدّام صاحبه اللي هيمسك منه اللي هيفتكر يسلّمها له. طبعًا أنا ضربت ما أعرفش والله جات في مين والّا جات فين. المهم على الهدف صباح الفل أنا لا بانشِّن ولا أي حاجة. هي مشكلتها إن أنت عشان تكسرها لازم تكسرها مرّة واحدة، أنا ما أعرفش، أنا قاعد بانزّل بقى في الدراع ده هو سوستته قوية أوي بتطلع على طول، وأنا ما عنديش أعصاب زي ما أنتم عارفين، قاعد باحاول ألويها، أتنيها، أكسرها مش راضية، هي تتكسر مرّة واحدة. أنا قاعد بقى بامسكها من البوز كده وأنزّلها وهي كل شوية إيه تطلع، فكل أصحابي اللي حواليّا يعني واقفين قدّام زمايلنا اللي هيستلموا منهم كاسرين البندقية عشان يستلموها منهم. أنا الوحيد اللي موجّه البوز موجّه ال الماسورة بتاعة السلاح بالسلاح في وش صاحبي اللي هيستلم مش مكسورة، يعني هو أنا الوحيد اللي سلاحه واقف طبعًا هو كان بيتمم علينا، قاعد بيتمم كده علينا كلّنا، لحد ما جالي sorry على الضحك بس والله الموقف بجد أنا مسخرة، لقيته باصص لي كده بصّة بجد مبرّق لي تبريقة اللي هو بيقول في دماغه أنت إيه يا ابني اللي حدفك عليَّ بالجيش أنت جيت منين والّا دخلت الجيش إزاي؟ والله باصص لي بصّة يعني استغراب، راح جاي ماسكها منّي وهو اللي كاسرها لي وادّاها لي يعني شوية يقول لي روح يا ابني الله يحنّن عليك. آه، sorry يا جماعة على الضحك بس آه، الموقف ده كل ما أفتكره يعني بجد الراجل ده كان طيب أوي، كان يتكلم معانا يقول لنا إيه يا ولاد عاملين إيه، حد محتاج حاجة كان جميل، وكان بيقدّرنا بس العيال كانت بيقدّروها على قلبهم زي العسل يعني، أنا بالنسبة لي أنا ما كانش بيقدّرني، اللي هو أنت هُم يقدّروا اقعد أنت، كانوا بيراعوني بجد. آآ المهم في موقف تاني برضه ده كان آخر موقف ليّا، ساعة يوم الحفلة، الحفلة دي بيبقى عرض عسكري بقى وطابور وليلة وبيروحوا مكان كده في جبل وليلة يعني صعبة أوي، والمسافة كبيرة اللي بنمشيها بناخدها مشي على رجلينا. أنا طبعًا يوميها عشان اللواء اللي كان ماسك الوحدة الكبيرة، بس هو كانت وحدتين يعني، بغض النظر مش عايز أتكلم يعني عن تفاصيل، اللواء كان بيقول إن ال الحفلة لازم كلّه ييجي وإحنا هنتمم على الناس، واللي مش هييجي وهنقفشه هيتنفخ وهيتسجن رهبة بقى للعساكر وكده عشان كلّه يروح ما حدّش إيه يهرب، مع إن الكلام ده مش ما فيش منّه يعني ما كانوش لا بيتمموا ولا بياخدوا بالهم من أي حد يعني
ولا بيعدّوا يعني، وكان في ناس بجد عرفت تزوّغ. أنا خُفت بقى، وفي نفس الوقت ما حدّش كلّمني، حاولت ساعتها إيه، أعمل أي حاجة، أكلّم أي حد، لإن بجد اليوم ده كان صعب وأنا كنت خايف منّه، لإن بيضربوا نار حَيّ، وأنا أصلًا لأ، أنا واحد باتوتّر وإيديّا بتترعش وممكن أعمل مصيبة بصراحة، فاهم؟ أنا مش مخلوق عشان أبقى جندي، صعب، أنا بالنسبة لي الموضوع كان صعب، بس طبعًا الواحد استفاد منّه حاجات كتير يعني، بس بغض النظر. آآ ف رُحت بقى، وأنا أصلًا كمان كنت عيان شوية، كان عندي دور برد خفيف كده. الصف ضابط خدنا وكنا ماشيين، وإحنا في الطابور بَص كده ورا، لقاني بقى، لقاني ماشي بالعافية وهزيل وبتاع، قال لي: "أنت إيه اللي جابك؟ أنا لو أعرف إن أنت جاي أنا كنت قعدتك." سمعت كده من دلوقتي، كنت عايز أقول له: "أنت جاي تقول لي دلوقتي؟ كنت تقول لي من الوحدة اقعد." كنت ما لقيته طبعًا مش هيقدر يخلّعني دلوقتي في وسط الناس، فاضطر يعني ياخدني، وكنا واقفين في الطابور لحد ما حصل سبحان الله حاجة كده، قالوا لنا روحوا مش عارف اعملوا إيه كده ورا. رُحت معاهم، عدِّت بعد كده زي مش عاصفة، بس عارف أنت لمّا تيجي رياح تعدّي كده، وهو طبعًا عشان المكان كلّه جبل وتراب ورملة بقى وصحرا، في شوية رملة دخلت في عيني، أنا بقى إيه، يا عيني، يا عيني مش شايف، وفعلًا كنت دخلت في عيني جامد، أنا ما كنتش عارف أفتحها، بس قُلت إيه، يعني جات من عند ربنا، الحمد لله. خدوني وكان في عربية إسعاف طبعًا موجودة، قال لي: "إيه اللي حصل؟" وبتاع، قُلت له: "في." أنا عبيط بقى، sorry في اللفظ يعني، أنا باخرب في نفسي. أنا ما كنتش عارف يعني أتكلم يعني إيه، قُلت له: "أنا في شوية رملة دخلت في عيني." الراجل بص لي قال لي: "رملة؟" طب ما هو رملة يا جدعان، ما هي ما أنت في جبل. العسكري بتاع الأمن اللي كان معايا قال له: "لأ، لأ، طوبة، طوبة." بص لي كده وغمز، قُلت له: "أيوه طوبة، طوبة." اللي هو إيه، لحقني يعني، قُلت له: "أيوه هو طوبة فعلًا." المهم حَط لي قطرة كده بجد يعني سبحان الله، ومن بعديها عيني اتحسنت كتير، بس برضه كنت لسه في حاجة، حاسس بحاجة جوّه عيني من جوّه، عارفين أنتم الإحساس لمّا يكون في حاجة من عينك؟ العسكري قال لي: "باقول لك إيه، ما اللي هو ما تزيدش بقى، أنا كده، كده هاخلّعك يعني." بس يعني تقريبًا حَس يعني يعني برضه ربنا يبارك له الواد، قعّدني بقى في خيمة كده مع الضباط، اللي هو إيه، نقعد نتابعهم وبتاع، واليوم عدّى الحمد لله، لإن بجد الحفلة دي قعدت بتاعة 4 أيام والّا مش عارف كام، وكانت في رمضان، الموضوع كان صعب أوي، مش فاكر كان في رمضان، كان إحنا أول أسبوع من رمضان تقريبًا قضيناه هناك يعني، أو أول كام يوم يعني، فبس والحمد لله اليوم عدّى، ومركز تدريب يعني على حظي يعني قضيته 43 يوم برّه البيت، ما أعرفش عدّى إزاي، بس هو عدّى الحمد لله. طبعًا ما حكيتش كل المواقف، أنا حكيت بس ال3 مواقف دُولة، ومش عايز أحكي أكتر من كده عشان ما يبقاش في تفاصيل، ومش عايز أطوّل عليكم، ممكن لو الفيديو عجبكم مثلًا جاب 10 لايكات، مش عايز أطوّل ولا عايز أكتّر عليكم، لإن أنا عارف إن السلسلة دي ما فيهاش مشاهدات كتير، أنزّل لكم عن part 2 المواقف اللي حصلت لي في أثناء القوة الأساسية. آآ رأيكم، وعمومًا زي ما قُلنا النصيحة، اللي تطلع منه من الجيش ده بيبقى صاحبك مش عايز منّك أي حاجة، بيبقى ناس كلّها جدعة، لإن هُم ما يعرفكش ولا عايزين منّك أي حاجة، أنتم مجرّد اتحطيتوا كلّكم في نفس الموقف في نفس الوقت، آمم، هتلاقي ناس كتير شبهك،
هتلاقي ناس كويسة، هتلاقي ناس وحشة، أنت هتلاقي فئات الشعب كلّها موجودة فيه. حاول تختار الصاحب اللي يكون كويس معاك. أتمنى يا رب يعني. أنا يعني الحمد لله على كل حال، بس يعني ما فيش منهم اللي بيكلمني بشكل مستمر وكده، بس أهو منين ما تسأل عليهم الناس بتقدّرك وبتكلمك وبيبقوا مبسوطين إن أنت كلمتهم وسألت عليهم وافتكرتهم وكده وبيعزّوك يعني. حاول تطلع بيهم أصحاب على قد ما تقدر. آآ ساعدهم وخلّيك جنبهم. ما حدّش عارف الناس دي بجد ممكن في المستقبل يعني ي ينقذوك يا حياتك يعني، ويبقوا سَنَد ليك بجد في الدنيا يعني. وربنا يبارك لأصحابي كلّهم اللي طلعت بيهم من الجيش. لو حد يعني بيشوف منهم الفيديو، شالوني كتير، وقفوا معايا كتير. يعني غطّوا عليّا كتير، وساعدوني كتير أوي إن أنا أعدّي الفترة اللي أنا ما كنتش عارف من غيرهم بجد أنا الواحد كان ممكن يحصل له إيه يعني لو هُم ما كانوش وقفوا جنبه في الفترة العصيبة الصعبة جدًا ديّة. ومعلش على الإطالة، والسلام عليكم.